محبي مشاهير بالدارجة، مرحبا بكم. تخيل معايا أن المماطلة والتأخير ب4 ديال الدقائق فقط حوايج يقدروا يبدلوا مصير لاعب محترف من الطراز العالي. وبسبب هاد 4 دقائق ديال التأخير يتلغى الانتقال ديال حكيم زياش للنادي بي اس جي. اليوم غادي ندوي على الأسباب اللي خلات صفقة حكيم زياش للنادي باريس سان جيرمان تفشل. ولكن قبل غنطلب منكم الاشتراك في القناة باش نوصل 10,000 مشترك في أقرب وقت. الدعم ديالكم مهم بزاف باش نزيدو في المحتوى اللي غادي يكون زوين بزاف وغادي يعجبكم. كل كأس العالم كيعرف ميلاد لاعب جديد او منتخب جديد. هاد جوج حوايج شفناهم بجوج مع منتخب بلادنا، منتخب ظهر بوجه اكثر من مشرف ورفع راس العرب والافارقه، ولاعبين بينوا على مستوى عالي وكبير. ابرز هاد اللاعبين كان هو حكيم زياش. تألقه الكبير في كأس العالم غيخليه محط انظار العديد من الانديه بحال نادي اي سي ميلان ونادي نيوكاسل ونادي دورتموند الالمان وغيرهم الكثير. فبالرغم من المشاكل اللي كان كيعيشها حكيم قبل من كأس العالم وما كانش كيلعب رسمي لأسباب مجهولة، وبانت الحقيقة من بعد تألق ورفقة المنتخب المغربي وباللي نادي تشيلسي ظالمين هاد اللاعب الكبير. جوهرة حقيقية ولاعب مستوى عالي ما كيلعبش في نادي كبير بحال تشيلسي. انتقال زياش ولا حديث الصحافة العالمية، ولكن نادي تشيلسي الغاية ما كيعرف حتى شي واحد، ما بغاش يخليوه يمشي في هاد الميركاتو الشتوي. زياش مؤخرا غادي يعرف اهتمام نادي باريس سان جيرمان اللي كيضم المواطن المغربي الاخر اشرف حكيمي. عرض باريس كان على سبيل الاعاره مع احقيه الشراء. نادي تشيلسي عطى الموافقه المبدئيه على العرض، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان. تخيل معايا اشياء مصيريه بحال هذه وانتقال لاعب كبير من نادي كبير بحال تشيلسي لنادي اخر كبر منه بحال بي اس جي يفشل باسباب بسيطه وبديهيه. السؤال المطروح هو علاش بقاو هاد الوقت كامل والصفقه ديال زياش بقات حتى الدقيقه الاخرى عاد بغاو يكملوها. كيف كيعرف كل شيء، الانتقالات في عالم كرة القدم فيها جوج الانواع. كاين الميركاتو الصيفي وهو اللي كيكون في نهاية الموسم وكيبدا في شهر 6 نهار 22 وكيسالي في نهار 1 شهر 9 مع 12 ديال الليل بدون زيادة ولا نقصان. اما الميركاتو الشتوي فتيكون وسط العام وكيبدا في الاول ديال يناير مع 12 ديال الليل وكينتهي في النهايه ديال نفس الشهر مع 11 ديال الليل، اي نهار 31 يناير. هاد الوقت وهاد التفاصيل كانوا اسباب وراء تعثر الصفقه ديال حكيم زياش. كما جرات العاده بزاف ديال الفرق كيخليو حتى الدقائق الاخيره في الميركاتو عاد كيحسموا في صفقات ديال اللعابه كطريقه للضغط على الفرق باش تنقص ثمن اللاعبين. هذا داخل كنوع من المفاوضات، ولكن هادشي اللي طرا الحكيم زياش ما عمرو سبق وطرا في صفقه من قبل، والاغلبيه كيقول باللي هادشي كان مفبرك وداروه بالعاني باش حكيم يبقى في تشيلسي بزاف. دابا غندخلوا في تفاصيل هاد القضيه على حساب مقال صحيفه سكاي سبورت الانجليزيه اللي عندها الحقيقه كامله. في البداية بي اس جي وتشيلسي كانوا متفقين على إعارة حكيم زياش إلى غاية نهاية الموسم مع أحقية الشراء للنادي بي اس جي. مع 49 دقيقة إدارة نادي بي اس جي رسلات الإدارة التقنية ديال نادي تشيلسي وصيفطات لهم الكونترا ديال حكيم. ومن 10 و 46 دقيقة حتى ل 10 و 50 دقيقة الباريزيين كانوا كيربطوا الاتصال بلندن، ولكن حتى واحد ما كان كيجاوب. ومع 10 و 55 دقيقة نادي تشيلسي غيجاوبوا وغيصيفطوا وثيقه غالطه وعقد اللاعب ما مسينيش. ومع 10 و 56 دقيقه بي اس جي غيصيفطوا عقد اللاعب للنادي تشيلسي بكاع التفاصيل وكان العقد مسيني. بي اس جي راسلوا نادي تشيلسي عاوتاني باللي راه العقد ما مسينيش وكيجيهم الرد باللي راه كاين كلشي في البواط ايميل والعقد مسيني ناضي، ولكن فاش كيقلبوا كيلقاوه ما مسينيش. وحتى ل 11 و 3 ديال الدقائق عاد تشيلسي صحوا الغرض ديالهم وصيفطوا العقد مسيني. اداره بي اس جي غادي يشدوا نيشان العقد وغادي يصيفطوه لل اف بي، ولكن هذا العقد ترفض لحقاش كان الميركاتو تسد هذه 4 ديال الدقائق. كيف قلنا ان الميركاتو الشتوي كيتسد مع 11 ديال الليل، يعني 11 دوبل زيرو. فتخيل معايا 4 دقائق كانت كافية من حرمان اللاعب من الانتقال والبحث عن فرصة جديدة مع نادي جديد مليء بالنجوم. هذا الشيء خلى الإدارة ديال بي اس جي تخرج وتحتج على هذا التعامل اللا إنساني من تشيلسي وتعلن بشكل مباشر قطع العلاقات مع نادي تشيلسي وباللي عمرهم ما غتكون معاهم شي حاجة ولا شي تعامل في المستقبل. وقالوا باللي هذه ماشي طريقة باش يتعاملوا بها مع البشر وبالخصوص لاعب محترف بحال زياش. Chelsea will never darken PSG's doorstep again, and they also say this is not how you do business or how you treat a human being.
It is really strong language. What have Chelsea responded if they have? Well, look, Chelsea haven't responded. They haven't made any comment, but obviously there are two sides to every story. نادي تشيلسي ما خرج حتى شي تصريح وما جاوبوا حتى شي حاجه وبقاو ساكتين لحد الان، وحاكم تعذر عليه ينتقل للنادي بي اس جي بسبب اخطاء بدائيه من نادي كبير وبسبب تاخير ديال 4 دقائق. واش هذا الشيء دارتو تشيلسي بالعاني باش يعاقبوا حكيم ويخليو عندهم حيت محتاجينه، ام ان هنالك كواليس فيها شي حاجه اخرى حنا ما عارفينهاش؟ نادي بي اس جي بدوره غادي يقوم برفع دعوى على نادي تشيلسي ويطلب الالف بي باش يفتحوا تحقيق في هذه القضيه، لحقاش هادشي اللي وقع لا يمت بالاحترافيه باي صله. وكاين اللي كيقول بلي اداره نادي تشيلسي كانوا مبرسطين ومرونين صفقه اللاعب انزو فرنانديز الارجنتيني اللي كلفت خزينه النادي 121 مليون اورو. هاد الصفقه كيقولوا انها هي اللي كانت مرونه النادي وهي السبب في ديك الاخطاء اللي وقعات مع حكيم زياش. ودابا كيبقى السؤال هو واش حكيم زياش غادي يبقى مازال في تشيلسي بالرغم من هاد المشاكل كامله اللي دازت؟ والسؤال الاخر اللي هو واش حكيم زياش غادي يلعب اساسي وسط هاد الكم الهائل من النجوم اللي جابتهم تشيلسي في هاد الميركاتو الشتوي؟ واخيرا بسبب 4 ديال الدقائق تخيل ان لاعب تحرم من الانتقال لفريق اخر. لهذا فرى الوقت مهم بزاف والدقيقه كافيه انها تبدل العالم كامل. خليونا في التعاليق الراي ديالكم على هذه القضيه، واللي عنده شي حاجه احنا ما عارفينهاش ولا ما قلناهاش في هذا الفيديو كتمنى انه يكتبها لنا في التعاليق.